وراحت قاعدة قدامي. قلت لها ايه؟ قالت لي الدم هينزل دلوقتي. هندوس على زرار يعني، مفيش اي حاجة في عينيها قدامي خالص، وحتى لو مرض، هو المرض هنقول يلا هوبا الزرار يلا انزل الدم؟ قلت لها على فكرة مش بينزل من عينيا بس، بينزل من عينيا ومن وداني ومن وفجأة زي ما انتوا شفتوا في الحلقة، وتقدروا تدخلوا على اليوتيوب، هي كانت قناة النهار تهيألي، ونزل الدم من عينيها. بعد بتاع قلت لها وانت دخلتي الحمام ليه؟ قالت لي لما بنحب ان اللي علينا يحضر بندخل الحمام، نستدعيه يعني، عشان مكان مش نظيف، يعني مكان ممكن يحضر فيه، هو بيجي حضور لوحده، لكن لو انا عايزه استدعيه ادخل الحمام. ايه ده؟ اكيد لا. مهم الشيخ عمرو الليثي قعد يقرا عليها. بعد ما الشيخ عمرو الليثي قعد يقرا عليها فضلت زي ما شفتوا في الحلقه صرخ و وطلعت، وانا بعد 3 سنين من اللي حصل في الكاتدرائيه برضه متلخبطه. ريهام سعيد بتاعت شو، ريهام سعيد جايبه واحده بتنزل دم من عينيها، ريهام سعيد بتاعت خرافات، ريهام سعيد مش عارفه ايه، وهم مش عارفين ان اصلا ريهام سعيد عندها لخبطه غير طبيعيه. هو احنا عايشين احنا بس، ولا في ناس معانا؟ في ناس معانا بتلخبطنا وبتطلقنا وبتقف في رزقنا وبتعصبنا وكده، ولا لا؟ هل في ناس ممكن فعلا تخلينا نتخبط زي ما حد يبقى عنده مس الشيطان؟ هل انا ممكن جن يدخل جوه جسمي واقعد اتلوى كده واتكلم بصوت تاني ده فعلا موجود ولا دي حالات نفسية؟ والله 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 إني كنت لغاية اللي بتنزل دم من عينيها دي مقتنعة ممكن يكون تعب نفسي، ممكن يكون مرض احنا لسه ما توصلنالوش. ايه الله، ايه الكاب الحلو ده؟ عايزاه تاني، عايزه الكاب الموف ده تاني. ازاي خلص موضوع الدم من العينين ده وخلاص، وابتدت الناس في الشارع بقى تقول بتقدم خرافات، بتقدم حاجات هايفه، بتقدم مش عارفه ايه، وانا الموضوع عندي جد جدا جدا. خرافات ايه يا جماعه وبروباجندا ايه وايه؟ اقسم بالله العظيم انا عمري في حياتي ما قدمت حلقه وانا عارفه انها هتنجح. ايوه الله حلو اي شكل، خليه بقى. عمري ما قدمت لا ايه ده؟ مش عايز شنب، كان في تيجان وكان في حاجه كده، بيبقى في حاجات ايه. المهم خلاص خلصنا كل ده وابتدى يبقى عندي هاجس. لا انا عايزه اعرف انا فعلا بتطلق عشان انا مسحور لي؟ انا فعلا الناس اللي هي بتقعد تتخبط في الارض دي وتقعد تصرخ دي جايه بتمثل عليا ولا بجد؟ انا عايزه اعرف. والناس تتهمني ان انا بتاعت شو وبتاعت مش عارفه ايه وبتاعت ايه. ايوه هو التاج ده وانا مش هممني ولا هممني كلام الناس ولا هممني اي حاجه. انا عايزه فعلا اعرف. ليه اعرف؟ عشان لو في حاجه اعملها احمي نفسي، احمي ولادي، ابعد عن ناس معينه، اشوف انا هعمل ايه يعني. المهم ايوه التاج الكوين، انا كوين. المهم الكوين اوف جن ملكة الجن. هقول لكم انتوا مش هتصدقوا اللي هتسمعوه، مش هتصدقوا، لسه تقيلوا ورا والله اكن حمل على قلبي وبينزاح. هقول كل حاجه. في ناس دلوقتي هتبقى خايفه من اللايف ده عشان خايفين اقول اسمهم، بس مش هقول اسامي، بس انت عارف نفسك. مش هقول اسامي خالص، بس انتوا عارفين نفسكم اللي اذيتوني وبتاذوا ناس كتير. المهم
عدى موضوع الدم من عينيها وابتدى يتاخد عن البرنامج ان ده برنامج خرافات، وان ده برنامج بيقدم حاجات هايفه ومش معروف، يعني مش معقول ان احنا نقدمها ونخلي الناس تتخلف وحاجات كده. تخلف ايه يا جماعه؟ البنت بتنزل دم من عينيها ومن ودانها ومن ومفيش حد بيعالجها. طيب خلص الموضوع ده في يوم من الايام، وكانت بدايه الانهيار، بدايه انهيار ريهام سعيد. حلو قوي بجد. هذا اليوم أنا بعتبره بداية النهاية. الحمد لله مفيش نهاية، أنا عايشة وكل حاجة، بس أنا عايشة ميتة من اليوم ده، وأنا عايشة ميتة. ويمكن أنا هبقى صريحة جدا جدا دلوقتي في كل حاجة هقولها، ومش المفروض أقولها لأنها حاجة شخصية جدا، بس أنا هقولها عشان أنصحكم، وهقولها عشان بلاش الشنب، وهقولها عشان تتعلموا منها. حتى لو انا هضحي وهقول لكم حاجه شخصيه مش المفروض اقولها، انا انا هضحي عشان بجد والله العظيم اقسم بالله ما حدش يقع في الغلطات اللي انا وقعت فيها، عشان انا غلطت غلطه دفعت ثمنها غالي جدا جدا جدا. انا بس خايفه الوقت يعدي، انا عندي بس لغايه الساعه 11، ما اعرفش الحكايه. انا ممله قوي ولا ايه؟ ممله ولا عايزين تسمعوا؟ وانتوا عايزين تسمعوا مش عايزين تسمعوا؟ انا هقول القصه واللي عايز يسمعها يسمعها. اليوم ده كان يوم صعب قوي 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 قوي، واقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان كل كلمه هقولها حقيقه، ولا فيها تهويل ولا تأليف ولا بروباجندا. اقسم بالله وحياة اولادي كل لحظه هحكيها حقيقي. جالي تليفون من الاعداد بيقول لي ان في 5 بنات تعبانين جدا 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 وبيعانوا من حالة نفسية. وايه حالتهم يا سيدي؟ كنا احنا ساعتها بقى بنعالج مخدرات، بنعالج سكيزوفرينيا، بنعالج كل حاجة، كبد، قلب، كلى، كل حاجة. ما بنسيبش حد تعبان غير لما بنعالجه، الحمد لله. كان وده لغاية دلوقتي والله، بس هي يعني التبرعات قلت شوية. بس انا كل ما بيبقى عندي فرصه ان انا اعمل خير بعمل خير الحمد لله، وعملنا خير كتير. لكن الاول كنا بنعمل الاف، انا شخصيا كمان بعمل خير، وكل ما اعمل خير هاجي اقول لكم ان انا عملته وهوريكم انا عملته فين. اليوم ده قالوا لي يلا هنروح نعالج ال5 بنات دول. قلت لهم طيب خلاص، كلموا، والله العظيم هو ده اللي حصل، كلموا دكتور نفسي يجي معانا، لان ال5 بنات مش هيقدروا يجوا. طب ايه حالتهم؟ ولا حاجه، بيصحوا بالليل الساعه 3 الصبح يجروا على المقابر ويقعدوا يتحولوا وحوش. قلت له يعني ايه يتحولوا وحوش؟ قال لي يعني يعملوا ايديهم كده ورجليهم تعمل نفس الحكايه، هي بالظبط بتعمل كده، ويفضلوا يتخبطوا كده في المقابر زي الوحوش. ايه التهويل ده؟ ايه الافوره دي؟ يلا يا عم هنروح نلاقيهم بس بابا ومامتهم متخانقين ولا عندهم حاله نفسيه ولا يلا يا عم تعالى هناخد دكتور نفسي في العربيه ونروح. انا مش فاكره كانت طنطا، مش فاكره كان فين. يلا نروح. لو انا كنت اعرف ان الساعه ونص اللي في هذا الطريق هي بدايه الاسى والانهيار وانقطاع الرزق والمرض ووقف الحال، يعني راح اعمل خير، واللي بيعمل خير بيلاقي خير. ولكن هذا المشوار الساعة ونص
أدى بيا إلى اختبار صعب جدا جدا. احنا نزلنا من العربية، قلت له طب يا دكتور عشان الحاجات النفسية والحاجات دي ما ينفعش، شوف لنا الحالات دي ينفع تتصور ولا لا. هو في الطب النفسي قانون بيقول ان لو واحد مثلا مجنون او تعبان نفسيا قوي او كده ما ينفعش، هو مش في حالته الطبيعية، فما ينفعش نصوره. فادخل يا دكتور شوف ايه الحالة واطلع قول لي هنصور ولا مش هنصور، ولو هتعالجهم كده من غير تصوير تمام. والله العظيم انا حلفت بالله العظيم 3 دقايق والباب بيتفتح بتاع الباب، والدكتور ده سبرنت جري بره البيت، جري مش جري على العربية يمشي، جري في البلد، مش راجع عليا انا، يعني مش جاي لي انا عشان يركب معايا العربية عشان يمشي، لا ده قرر ما يعرفنيش انا كمان، وبيجري داخل جوه البلد. ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ دكتور ماله؟ ايه اللي حصل؟ قالوا لي في حاجة جوه انتي مش هتصدقي، هتدخلي مش هتصدقي. وانا بقى كان قلبي جامد قوي وانا صغيره، انتوا فاكرين صح؟ وانا ما فيش بقى، ما كنتش خايفه. انا دلوقتي قلبي خفيف شويه عشان بخاف على ولادي، ان انا اسيب ولادي يعني اموت ولا حاجه، بس ساعتها ما كانش في دماغي خالص. نزلت ايه ده وريني في ايه وبتاع وبفتح الباب والله العظيم ولقيت حاجات بتطير في السماء، بنت تطير كده وبنت تطير كده وبنت تطير كده وبنت تطير كده. ايه يا جماعه اللي حصل؟ اهلهم دول ممسوسين وبيظهر عليهم حد وبيتكلموا بصوت تاني وبيعملوا مش عارفه ايه وبتاع، ايديهم كلها عامله زي بعض بالظبط كده، رجليهم نفس الحكايه، التبريئه الفظيعه. طبعا الحلقه موجوده على اليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليها برضو. صبايا الخير، حلقه ال5 بنات. بصوا انا بحكي لكم ابتديت اصدع، لان انا المفروض ان انا ما احكيش الحاجات دي، المفروض ان انا ما اجيبش سيرتهم، ما اجيبش سيره العالم الاخر ده، ولا بيحبوا حد يتكلم عليهم، ولا بيحبوا حد يقول ايه اللي حصل، ولا بيحبوا اي حاجه. فانا ابتديت اصدع ده بجد والله. المهم فضلوا يضربوا هنا ويضربوا هنا ويضربوا هنا ويضربوا هنا ويضربوا هنا. نعمل ايه؟ قالوا لي في واحد اللي هو بيروح المنيا القرى تبقى تولع ويطفيها وحاجات كده. طبعا انا مش مقتنعه بالكلام ده بصراحه. المهم طلعت البيت فيه دور تاني، بيوروني بقى البيت بصور، راحت واحده واخداني منهم قالت لي لو ما مشيتيش دلوقتي حالا انا هاخدك معايا تحت. فضلت اقرا ايه الكرسي، حتى في التصوير اشوف اقرا ايه الكرسي، وسبت البيت ومشيت وقلت لهم لما الراجل ده يجي انا مش موجوده. وكان معايا مصور اللي هو محمد راضي ساعتها، ومحمد بطنه اتنفخت جامد قوي 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 قدامه، بقى عامل زي الحوامل كده. ايه يا محمد مالك؟ معرفش، يعرق وبطنه منفوخه مش عارف، مش قادر يصور. ايه هو ده بجد ولا ايه اللي هيحصل ولا بتاع؟ يلا بينا. مشينا. الراجل قبل ان هو يجي تاني يوم، قال بس العلاج مش هيبقى على الكاميرا. ليه؟ ولا ينفع يبقى فيه اضاءة ولا ينفع يبقى فيه حاجة، لان الجن لا يحضر في النور. من الحاجات اللي الجن بيكرهها النور، لازم النور يطفي. عشان كده وانتوا نايمين بالليل محدش ينام في الكحل، لازم يبقى مولعة أباجورة، مولعة بس قافلة باب الحمام، ومولعة أباجورة ومولعة النور. أنا ما بتكلمش على حاجات تاخدوها إنها حقائق، أنا بتكلم على حاجات حصلت لي وأقسمت بالله وعندي شهود. يعني محمد راضي ده عايش، واسألوا أنا كذابة ولا لأ، يعني كل حاجة بقولها عليها شهود وموجودة على اليوتيوب. المهم اللي حصل إن
مشيت، وراح هو تاني يوم مع المصورين قال لهم هنقفل النور خلاص. اول ما دخل البيت الراجل ده، ال5 بنات قعدوا على الارض سجدوا، عملوا كده وخبوا وشهم على الارض. فانا طبعا ماشي الالف، فانا طبعا معاهم بقى على التليفون، ليه خبوا وشهم، ليه سجدوا كده؟ قال لك اصل اللي دخل ده اقوى منهم، يعني هو طلع ان الجن ده عنده رتب، مارد مش عارفه ايه، اسد، مش حاجات كده زي التيك توك كده اسد. اوكي، راحوا نازلين كلهم على الارض عاملين كده. قلت لهم طب يعني، قال لي ولا حاجه، قفل النور وقال ما حدش يصور لان الفلاشات دي مش هتنفع. طبعا التصوير وقف، مش حد بيصور حاجه، خدهم في اوضه ضلمه، ما سمعناش اي حاجه ولا شايفين حاجه، بس شايفين اوضه ضلمه تماما. احنا مش بنصور، ما قالك ما ينفعش تصور، مش ما ينفعش تصور عشان الانس، ما ينفعش تصور عشان الجن. انا معاهم بالتليفون، حصل ايه يا جماعه، حصل ايه يا جماعه، حصل. انا بقى ما رحتش ليه، ما رحتش عشان انا قالت لي هاخدك معايا تحت،